الصوت واضح؟ تمام. الله يرضى عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ محمد صلاح، ايوه حضرتك قريت السمول كيس دي اللي احنا كتبناها على الواتساب؟ حلها ايه عندك؟ لحد دلوقتي مش عارف. ايه؟ لحد دلوقتي مش عارف. الصوت مش واضح بس عندك يا مستر محمد. تمام كده. طيب كويس. اتفضل. بقول لحضرتك لحد دلوقتي لسه مش عارف. طب مش وارد تتحط في الموقف ده؟ وارد. اطلع واديك حصتك وهديها لك على اقساط، فالتاني بيقول هيديني حصتي من ارباحي. ما انا لو كنت استمريت كنت اخدت الارباح دي. ما انت ممكن تبقى في الموقف ده قاتل يا مقتول، يا اللي هتستحوذ يا اللي مستحوذ عليه. الكاميرات يا جماعه الله يرضيكم. انت بمعلوماتك اللي موجودة عندك لحد دلوقتي تقدر تحكم على الموقف ده ازاي؟ اتعرض عليك الموقف ده ما بين 2 شركاء، انت تقدر تحكم على الموقف ده ازاي؟ عشان خاطر يا جماعة اللي يتوقع ان في همسة هتحصل جنبه يقفل الصوت عنده ويسيب الصوت للسادة اللي متأكدين ان مفيش دوشة عندهم. الله يرضيكم. هتحلوا ازاي يا مستر محمد؟ يعني هحاول اخد استمرار الامر اصلا. هتحاول ايه؟ هم يكملوا. هحاول احل خلاف ان هم يكملوا. مرة واثنين وعشرة وما كملوش. خلاص يبقى لمحل كاش انه يقدر يطلع التاني دلوقتي يطلعه. يكيشوا. بالظبط. مفيش فلوس، هقسط لك. الوضع ايه؟ بس هو ده السؤال. انت ليك حصة عندي، انا هخرجك، ليك فلوس، ادي شيكات اقساط. الوضع ايه؟ بقول لحضرتك على حسب. يعني انا دلوقتي مثلا لو انا حقي 1,000,000 جنيه مثلا، تمام، هاخد منك الشيكات بس ليا نسبة ربح على حسب المتبقين اللي هي. حلو. يطلع لي مع الشيكات. حلو 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 حلو. اوعى تكون حد غششك. والله يا ولد. يعني احنا يا عم حصتي دي اعتبرها مجموعة من الاسهم. مجموعة من الاسهم بتكون راس المال. كل ما اسحب سهم تسقط لي ارباح، لكن الاسهم بتاعتي اللي لازالت شغالة في المشروع ليها ارباحها. الحقوق بقت اعتبارية، بقت للاسهم ما بقتش للشخص. انا يا فندم املك عندك 7 اسهم، يبقى حضرتك ارباح الشهر اللي فات تدهاني على ال7 اسهم. الشهر اللي بعده انت اديتني سهم منهم قيمته كيشتهولي في دوشه برضو عند مستر احمد عطا. لا ما عنديش دوشه. ماشي. الله يرضى عليك. طب انتوا سامعينها؟ لا مش شايف كل حاجه. تاني كده تاني. طب استنى عندي ولا لا؟ وبص من عندي ولا لا؟ من عندك. مستر عمرو فارس. لا انا سامع الدوشه. مستر عمرو فارس. ايه يا مدير معاك؟ ايوه يا مدير. اقفل كده. لا تمام. طب اقفل كده. اقفل حاضر. كده راحت. صدمتني انت على فكره، خلي بالك اهو. جميل الهدوء يا جماعه، جميل والله. عليه 90% من عامل رشقة المعلومة في نافوخك. شوية نويز قد كده بتودي الدنيا في داهية. يا بيه. انا عندي اعتراض. ممكن اقولها ولا؟ قول يا فندم.
ودلوقتي هو ليه ربح؟ ليه اصل المال؟ لا استنى على استنى هعرض الفكره بتاعته، هترجم بس الفكره بتاعته الاول للناس. راس المال بمليون، انا ليا فيه 700,000، اداني 7 شيكات، كل شيك ب100,000، هحصلهم شهر في شهر في شهر في شهر. فالسؤال دلوقتي انا اخرج اخد شيكاتي ابقى بح كده، ولا لازلت ابقى شريك في راس المال وباخد ارباح؟ فمستر محمد قال بمنتهى البساطه ايه؟ يظل شريك بالمتبقي من راس المال. يا مستر عمرو ارجوك معاك اهو. اقفل الصوت يا على راسي والله العظيم يا اخي، ربنا يجمعني بيك في الجنه، الله يرضى عليك والله. ايوه كده يا اخي. فانا يا عم بدل اول شهر اديتني حصتي ربحي، ابقى انا الشهر اللي بعديه شريك معاك ب 60%، الشهر اللي بعديه ابقى شريك معاك ب 50%، الشهر اللي بعديه ابقى شريك معاك ب 40%. يتشاف لها صيغه ويتقطع راس المال لمجموعه من الاسهم، يبقى انا اخد ارباحي بما يرضي الله على مقدار مساهمتي في راس المال بما يرضي الله. لكن ولا استمر اخد ارباحي لحد نهايه السداد، ولا اتوقف عن استحقاق ارباح من قرار الخروج. بس انا عايز اقول لك حاجه، معلش مقاطعه قبل ما استاذ احمد عطا يتكلم. انا فردت حقوقك على 10 شيكات، حلو كده؟ ليك مليون، ادي 10 شيكات ب100,000، 100,000 100,000 100,000 100,000، واحنا منشأتنا منشأة دايره وبتجيب فلوس وبتجيب فلوس وبتجيب عائد. يعني لو استغل احد الشركاء السيوله اللي موجوده في سداد قيمه راس المال يسدها، يسدها، معدل الارباح عالي. فهنا يا فندم انت لا تزال بتشغل فلوسي. فانا قلت طب يا جماعه احنا معدل ارباح عندنا عالي، وبنحسب الارباح بتاعتنا شهريه، وبنوزع الارباح بتاعتنا شهريه، صح الكلام ده؟ وانت المفروض ليك حصه 70% مثلا، وانت هتخرج. طب احنا من غير دربكه ونبسط الامور، اسمع مني الله يرضيك، خلال ال10 شهور دول انا هاخد، اسمع كده، اسمع، نص ارباحي. يعني انا اول شهر ليا 70%، هاخد 35% من الارباح. تاني شهر 35% من الارباح. تالت شهر 35% من الارباح. هاخد نص ارباحي. انا هنا افترضت ان راس المال بتاعك بالكامل دار معايا لمده 6 شهور مرجحه. 6 شهور مرجحه. انا حسبت الارباح على السنه كامله، سنه فيزيكال، سنه، لكن راس المال بتاعك انت بالكامل اللي بتتكلم فيه ده قعد عندي 6 شهور. هيقول لي لا قعد عندك سنه. اقول له يا ابني ما انا مديك مبلغ في اول شهر. هترد عليا تقول لي ما انت مديني مبلغ ده انت اخر مبلغ مدوني في اخر شهر. طب ما انا اول مبلغ مديهولك في اول شهر. يبقى الفتره الزمنيه المنقضيه من اول شهر لاخر شهر عن تاريخ الانتهاء بتاع سداد الدين شالت بعضها، فاعتبرنا ان دول 6 شهور. والشيك التاني مع الشيك التاسع 6 شهور. هي ليها حسبه، بس انا بفهمها لك بالبلدي كده. فانا اعتبرت ان راس المال بتاعك بالكامل اشتغل معايا 6 شهور في ارباح السنه. يبقى انت ليك فيها كام؟ يبقى انت ليك فيها 50%. فكل شهر حضرتك يتحسب لك نسبه ثابته. ليه؟ انا الفيلم مش مستاهل ان انا كل شهر احسب راس مال مرجح طالما الاقساط متساويه وطالما النسب متساويه، مش مستاهل. فانا هاجي من اول شهر على طول واقول له حضرتك يحق لك 50% من الارباح، ومفيش ما يمنع لما نراجع ده اخر السنه ونراجعه باي طريقه ايا كانت. المهم ان احنا حطينا آلية للتنفيذ. يبقى انا حطيت النقط على الحروف عشان افهم الاثنين. ده يقول لي ليه ارد عليه، ده يقول لي ليه ارد عليه. هي دي المنطقه الحرجه، دي المنطقه الحرجه. طيب الاولاني يقول لي ليه اديله ارباح، ردي عليه ان فلوسه لازالت معاك شغاله. طب ما ياخدش ارباح على السنه بقى، ما هو بياخد اقساط من اول فعلا، ما هو هياخد نص ارباحه.
مش هنعتبر ان المبلغ اشتغل معاك سنه. والتاني يبقى ليه نفس الرد. انت حضرتك خدت اخر مبلغ بعد سنه، بس اول مبلغ اخدته من سنه، فهو خرج من راس المال بنصيبه من الارباح، واللي بعده خرج من راس المال بنصيبه من الارباح، واللي بعده خرج من راس المال بنصيبه من الارباح. فيا جماعه نعنون الموضوع ده ان الراجل ده ليه 50% من الارباح. حاضر يا فندم، هياخدها. لو انا قست ال 50% دي من ناحيه تانيه، فانا اقدر اقول ان راس المال ده اشتغل معايا 6 شهور. احنا بنقفل الارباح سنويه، فانا اقدر اقول ان راس المال ده اشتغل معايا 6 شهور مرجحه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يبقى في سنه فعلا، سنه فيزيكلي سنه، لكن الفلوس عندي ما اشتغلتش سنه، لان انا حاسب على توتال المبلغ. انت فاهمني؟ على مش مقطعه، انا حاسب الاستثمار على توتال المبلغ. فلما اقول لك بقى المبلغ اللي انا اديته لك قعد معاك قد ايه؟ قعد معايا 6 شهور، قعد معايا نص السنه. لو انا مديك الاقساط على ايه؟ لو انا مديك الاقساط على سنه. معلش انا اسف، انا كده كان معايا حد عاوز عنده مقاطعه، وكان عندي استاذ عطا برضو عنده مقاطعه. حاضر، بس انا عايز اقول لك حاجه، معلش مش هو ده موضوعي. انا موضوعي في نقطه تانية. هو انا لو جبت بضاعه اول حبه منها خرجت النهارده، اخر حبه منها خرجت بعد 4 شهور. اول حبه منها خرجت النهارده، اخر حبه منها خرجت بعد 4 شهور. معلش انا اسف، انا هضغط على اعصابك. تقدر تقول لي فتره التخزين قد ايه؟ اوعى تقول لي 4 شهور، لان زي ما في حبه قعدت 4 شهور، ففي حبه قعدت يوم او ما قعدتش. في حبه قعدت يومين، وفي حبه قعدت 128 يوم او 118 يوم قبلها بيومين. فاذا انا هنا ما اقدرش اقول ان فتره التخزين 4 شهور. لو في انتظام في عمليه السحب من المخازن، يبقى احنا نقدر نقول ان فتره التخزين 2 شهر. انت معايا يا مستر احمد؟ اذا في زمن في زمن واقعي، وفي زمن مالي. في زمن واقع وفي زمن مالي احنا بنفهمه. اقول لك متوسط فترة التخزين 3 شهور، تبقى انت فاهمني وانا فاهمك. فترة التحصيل 2 شهر. تقول لي حسبتها ازاي؟ ده انا عندي عميل سدد كمان 3 ايام، وعندي عميل بيطلع عيني ما سددش بقاله 3 شهور. انت بقى يا معلم فقيق حسبتها لي قلت لي 2 شهر. فترة التحصيل بتاعتك 2 شهر، دي فترة كبيرة، دي فترة كبيرة، المفروض تقل. فترة السداد بتاعتك اسبوع. عرفت منين؟ في مورد بدفع النهارده، في مورد 50-50، في مورد انا مالي، انا بتاع ارقام. فترة السداد عندك اسبوع، ودي فترة قصيرة قوي. حاول تشوف موردين تانيين تقدر تفتح معاهم فترات ائتمانية اكبر من كده. ما انا هقول لك ليه الكلام ده بقى. اذا انا عندي فترات لسه هترجمها. الفترات دي انا عندي فترات مالية مطلعها من الارقام اللي موجودة قدامي. اقول لك دورة التشغيل كام يوم، اقول لك الدورة النقدية كام يوم، اقول لك فترة التخزين كام يوم، اقول لك فترة السداد كام يوم، اقول لك فترة التحصيل كام يوم، اقول لك فلوسنا دارت كام مرة في السنة. تكلمنيش بقى بالفكر التقليدي اللي تقول لي اصل احنا فلوس طلعت وفلوس دخلت وفلوس طلعت وفلوس دخلت وفلوس بكره وفلوس بعده وفلوس راحت وفلوس. انا عندي ارقام، بتحسب التداخلات دي في بعضها، وبتديني فترات اقدر اقيم عليها الاستثمار اللي تحت ايدي. يا اخويا هفترض معاك ان فترة التخزين اللي حسبناها دي طلعت 2 شهر. طلعت كام؟ 2 شهر. فانا هنا بفترض ماليا
ماليا ان البضاعة بالكامل قعدت عندي 60 يوم ماليا، جت قعدت 60 يوم، خرجت بعد ال60 يوم مرة واحدة، دفعة واحدة ماليا. فلازم المالي يكلم المالي. انا فاهم الفترات دي، ما تقوليش استنى، ما في خرج وفي ماليا البضاعة دي بالكامل جت قعدت عندي 60 ماليا. تاني انا شوف عمال اقول لك ايه، ماليا البضاعة دي قعدت عندي 60 يوم كلها يا ابني. ايه ده، في بضاعة خرجت بعد اسبوع. ماليا البضاعة بالكامل جت قعدت عندي شهرين لحد ما خرجت راحت للعملاء، والعملاء مش هتدفع قبل ما تستلم. يبقى انا الشهرين دول يعتبروا فلوسي عطلانه فيهم ماليا. شهرين ماليين، شهرين عطلانين، فلوسي مرميه خرجت مني ولسه ما رجعتش، لسه ما ردتش. شهرين ماليا. والعميل اللي هيستلم مني مش هيسد كاش. 80-90% من العمليات آجل، حتى ولو بعد أسبوع. أقول لك حتى ولو بعد ساعة. العمليات كلها اترمت على العملاء. فحتى لو بعد ساعة أهو عميل آجل، هيسد كمان ساعة، هيسد كمان أسبوع، هيسد كمان شهر. ولازم تكون فاهم إن أنت كراجل تاجر من ضمن النقاط اللي بيتم تقييمك عليها حتى لو ذهنيا في دماغ العميل بتاعك هي فترة الائتمان. هو انت بتصبر عليه قد ايه؟ ولا ايه يا جماعة؟ ولا ايه يا جماعة؟ ها؟ ولا ايه؟ ايه الجودة ومواعيد التسليم والعمليات الداخلية والتطوير والنمو وايه تاني يا فندم؟ بنقيم الموردين بناء على ايه تاني؟ وفترة الائتمان. الراجل ده بيديني مساحة قد ايه؟ فانت من ضمن المميزات عايزين نتوسع في السوق، عايزين نبيع اكتر، عايزين هتدي ائتمان. هتقوم انت بقى كراجل تاجر بتوزع لناس برضو تجار تجزئة. فانت ايه اللي هيخليك تشجع تاجر التجزئة ان هو يسحب منك بضاعة بكميات كبيرة؟ غير اللي انا يا هعمل له تنزيل، يا هعمل له خصم، يا اما هقول له يا فندم اسحب وابقى سدد لما تبيع. وهي ماشيه كده. بس في مصر اليومين دول كله قافل على فلوسه. العمليه مش سهله اليومين دول في الحركه، لكن الطبيعي بتاعها في اقتصاد مستقر كده. في روح للائتمان، خد يابا وسد وخلي الدوره شغاله. فمش بس فلوسك عطلت الشهرين، ده انت كمان فلوسك عطلت فترة التحصيل اللي هتستنى فيها من ساعة ما العملاء يستلموا البضاعة لحد ما يسدوا لي فلوسي. اوعى تكون وقعت مني. انت معايا؟ اتخزنت شهرين انا قاعد مستني وعليهم 3 شهور. ايه دول يا سيدي الناس؟ قال لي فترة التحصيل. قلت له جبتها ازاي دي يا برنس؟ قال لي جبتها ماليا. رحت قلت له اذا كان انا عندي العميل ابو الفتوح ده، الراجل ده بيسدد على كبوته، وعندي العميل ابو النجا الراجل ده بيسدد خلال اسبوعين، وعندي واحد متفق معاه 50-50، وعندي واحد دافع مقدمات، وعندي واحد، فانا اسف لحد ما انت تفهم معايا، انا كل ده برد عليه وبقول له ايه؟ ماليا متوسط فترة التحصيل 3 شهور. يعني انا بقعد من ساعة ما العملاء يستلموا البضاعة لحد يا استاذ ما تجيش معاك، ما في عملاء في الاول وفي عملاء استلموا قبل الشهرين، ده في عملاء ماليا. انزع من دماغك الفكر التقليدي وانت بتستوعب الفترات المالية. ماليا دي يعني كده يعني صح؟ توقعات يعني؟ لا، دي أكيدة، دي أرقام مؤكدة.
بتاكد لي ان فتره تحصيلك 3 شهور، بتاكد لي ان انت بتصبر على العملاء بتوعك لمده 3 شهور لحد ما تحصل. هتقول لي على فكره بقى مفيش غير عميل واحد بس هو اللي انا صبرت عليه 3 شهور، مين هو؟ سامح ابن طنط اشجان. طب ومدحت ابن طنط احلام؟ قال لك يا فندم لا ده انا ده انا صبرت عليه 7 شهور ده، وده صبرت عليه 8 شهور، وده صبرت عليه شهر، وده صبرت عليه اسبوع، وده صبرت عليه 10 شهور. حسبتك الفيزيكلي دي لمها كده ادهاني، اقوم انا اديك متوسط فتره التحصيل. انا مش سامعك والله، ما سامعك يا اخي. اديله متوسط فتره التحصيل ماليا 1 ماليا. فبقيت انا قاعد على مدار دورة التشغيل الاوبريتنج سايكل، قاعد على مدار دورة التشغيل 5 شهور دورة تشغيل، 2 مخازن و3 شهور عملاء. 5 شهور دورة تشغيل، 5 شهور انا قاعد طلعان عيني مستني الفلوس اللي رميتها ترجع لي. بس انا نسيت اسألك حاجة، هو انت رميتها امتى؟ انا ما سمعتكش وانت بترميها. انت قلت لي جبت خزنت. السداد ما سمعتنيش حسه. حصل امتى ده؟ قال لي اخ نسيت اقول لك. قلت له قول لي. قال لي الموردين اللي انا بجيب منهم متوسط فترة السداد ليهم شهر. ماليا متوسط في اسبوعين، في 3 اسابيع، في شهر واسبوع، في امبارح، في النهارده، في حصل تداخلات. اصل انت مش عارف. ماليا هنحسبها انا وانت وهنقسم عليها. ماليا بيقول ايه يا استاذ؟ يا استاذ يا اللي عندك بص ما ظلمتكش المره دي. الالارم بتاعك عمال بيعمل كده يا استاذ احمد عطا واستاذ عمرو فارس. انتوا الاثنين مفيش حاجه حواليا فعلا حرفيا. انت حبيبي، اقسم بالله انت حبيبي، اقسم بالله انت حبيبي. الله يرضى عليك يا اخي، الله يرضى عليك يا اخي. ماليا انا ممكن اتكلم مع المدير المالي بالطريقه دي، بيقول عليا مجنون في الاول والله، بس انا ما عنديش طاقه. افهمني الله يرضيك. ماليا اديني مؤشرات. يبقى معنى الكلام ده يا استاذ ان انت سددت بعد شهر من استلامك وتخزينك للبضاعه. ماليا صح؟ ما تقولي صح بقى. صح ماشي. يعني انت استلمت وخزنت ومتوسط فترة السداد شهر لحد ما سددت، واحنا بنحسب هنا ماليا على اجمالي المبلغ. فاذا كنت حضرتك جبت الاوبريتنج سايكل، اللي هي دورة التشغيل، واللي كانت عبارة عن فترة التخزين زائد فترة التحصيل، قاعدين مستنيين. بس انت ما استنيتش ال5 شهور يا سيدي الناس اللي هي دورة التشغيل كلها. انت استنيت 4 بس. 4 بس. استاذ مصطفى انا هتعاقد معاك تشتغل معايا. مبادر الراجل. 4 بس. انا ما صبرتش ال5، انا صبرت ال4 بس. ال4 بس دول اسمهم ايه؟ الكاش سايكل، الدورة النقدية اللي احنا بنسمع عليها في العالمية. الدورة النقدية بقت بكام؟ الدورة النقدية 4 شهور.
فلوسي من ساعة ما تترمي لحد ما ترد لي بالعائد بتاعها بتاع شغلها. امال انا راميها اتفرج عليها؟ انا راميها تدور. انا بقى ماليا عاوز احسب، هو انا من ساعة ما ضخها في السوق لحد ما ترد في ايدي تاني بتاعتي، فلوسي انا اخدت وقت قد ايه ورجعت بكام؟ انتي خدتي وقت قد ايه يا قطة ورجعتي بكام يا قطة عشان تحسب العائد بتاعك كل دورة؟ وبما ان الدورة دي 4 شهور، يعني على مدار السنة تقدر تعمل 3 دورات واستك. كم مرة؟ 3 مرات. الفلوس تخرج وترجع، الفلوس تخرج وترجع، الفلوس تخرج وترجع 3 مرات. فلو في خلل تشغيلي في العمليات أدى إلى أن تخرج هذه الفترات بره معايير الصناعة، يبقى ده هيكون ليه أثره المباشر على العائد السنوي، على معدل العائد على الاستثمار، على حسن استغلال رأس المال والأصول. المنشأة دي ناجحة ولا إيه وضعها؟ فكل ما حضرتك تكتر عدد دورات النقدية في السنة كل ما يعلي العائد على الاستثمار. دارت 3 مرات غير دارت 4. وخد بالك دارت 4 يعني بالمتوسط الفصيح هي زودت لي الأرباح بنسبة 25%، لمجرد بس اللي أنا زودت دورة زيادة. سخنت، صحيت الصبح بدري، يلا اشتغل، يلا انت عطلان ليه؟ انت طويل ليه؟ الفترة دي طويلة خارجة بره معايير الصناعة، الفترة دي صغيرة خارجة بره معايير الصناعة. ليه الفترة دي طويلة؟ كلم لي بتوع المخازن، كلم لي شوف لي المخزون الراكد، شوف لي المخزون بطيء الحركة، ادرسهولي. حضرتك شوف لي بتوع المتحصلات، الناس دي شغالة الوهات هات فلوس ولا الناس دي نايمة في الخط؟ كلم لي بتوع المبيعات، هو مفيش حركة كتير ليه؟ هو ليه المخزن واقف؟ هو ليه مفيش شغل؟ فكل ده هينعكس على الفترات وهينعكس على دورة التشغيل وهينعكس على الدورة النقدية. 13 واحد قافلين الكاميرا. ليه كده؟ ليه كده يا أخي؟ ليه يا أخي؟ يا أخي يا مرحب يا أخويا. أفحمتني أنت كده يعني؟ الله يرضى عليك يا أخي. لو سمحت ايه ممكن تعيد اللي انت قلته ده تاني؟ انا حاسه مهم بس في حاجات سقطت مني. الخضة دي بقى وازاي نوصل لها وازاي نحسبها، هو هدفها كله ان حضرتك تقوم بدور معلوماتي ودور قراري في اي منشأة انت بتعمل بيها او ايا كانت علاقتها بيك. وقسما بالله انا بكلمك بمنتهى الامانة، هي مش بالوقت المفنى في وظيفتك، لا، هو انت بتأديها بأني شكل وبأني دور. فحضرتك يا فندم احنا بنسعى ان احنا نكتسب خبرة نقدر نستغلها، ان احنا نعمل نفس الشغل في وقت اقل ونتفرغ ان احنا نتعلم حاجة جديدة ونستفيد منها، وهكذا. وحياتنا ماشية كده، ما هي دي الخبرة كده، انك بتضيف لمهاراتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فانا عايز اوصل اقول التكلفة كتير، لو سمحت انا عايز اقول احنا لور برايزد، لو سمحت انا عايز اقول البيع ضعيف من الارقام وانا قاعد في مكتبي. والله يا جماعه والله لا ابالغ، والله لا ابالغ يا اخي. انا كنت اصل انا ليه بحلف؟ اصل انا كان ممكن حد يسمعني الكلام ده زمان انا ما كنتش اصدقه.
العميل بيبعت لي القوائم الماليه، ببص فيها بقول له انت عندك مشكله في كذا. اللي مستديم معايا خلاص ما بقاش يقول لي انت عرفت منين، لكن الجديد عليا عرفت منين هي عاديه خالص. هو ارتفاع الوزن النسبي لتكلفه البضاعه المباعه. فانا سالتك قلت لك حصل ارتفاع التضخم، ارتفاع في اسعار المواد الخام، انا شايف مصاريفك الثابته ثابته ومستقره. يبقى هنا مفيش حاجه غير ان ايه؟ السعر نزل. الترند بتاع الكوست اوف جودز سولد زاد مع استقرار الاسعار بره. يبقى انا يبقى قدامي حاجه من الاثنين، المفروض غصب عني المبيعات تزيد والى حد ما تبقى نسبه وتناسب. فانت حضرتك ما بقتش تبص للقوائم كارقام مطلقه، بقيت بتبص لها كنسب. فمؤشر زي دوره التشغيل او الدوره النقديه ده مؤشر خطير جدا على نجاح البيزنس. يا جماعه احنا لو قصقصنا يومين هنا ويومين هنا ويومين هنا وفرنا اسبوع، لو الاسبوع ده بقى شهر، احنا دورنا راس المال العامل حته تاني خلال السنه بنفس راس المال اللي احنا ضخينه، بس سخنا العمليات، استغلينا الطاقه الثابته بتاعتنا، استغلينا الطاقه القصوى بتاعتنا. مصانع بتيجي تبرايس المنتجات بتاعتها وهي مش حاطه في اعتبارها الطاقه الانتاجيه، ان احنا لو ما انتجناش الكميه دي فالتكاليف الثابته هتتوزع على عدد قليل من الوحدات فنصيبها هيزيد، هنخسر. فالمنشآت دلوقتي ما بقتش محتاجه فعليا زي ما انا بقول لك مدخل بيانات، هي محتاجه ناس بتقدم معلومات. انت بتقول كلام جرايد واعلانات؟ لا يا فندم، انا بقول كلام واقع. انت بتخش تهز في وظيفتك، بتخش تأثر، تهز مكانك، بتخش تأثر. لو مش موجود في حاجه بتعطل ما بتمشيش، ما ينفعش تستبدل وما ينفعش يجيبوا مكانك. خلاص احنا كده في اول الطريق ده. انا لازم اساهم في معلومات مهمه اشوف تقديرها على الناس اللي انا بقدمها لهم، سواء التقدير ده تقدير نفسي معنوي او تقدير مالي. عافيه كمان شويه كده بعد اذنك، مش استفاد وين بس بعد ما تكون متاكد انك قدمت. وانا قسما بالله ما بطلب غير لما اتاكد اني قدمت، او على الاقل اتعاقدت مع اللي قدامي على ايه اللي انا هقدمه وانا مسؤول عنه. فلو هو يهمك ويساوي المبلغ ده يلا بينا. احنا عاوزين الموضوع بعد كده يبقى بالنسبه لك انت اللي بتعرض خبراتك، بتعرض مهاراتك، نظير. فبتشوف السوق بيتكلم في ايه. وانا بقول لك هو جزء اساسي من حياتنا اللي احنا كل يوم نطلع على فرصه جديده. انا هرجع تاني معلش وهقول لحضرتك ان الدوره النقديه كمؤشر واحد بس، دورتك النقديه. اقول له البضاعه مكسبها كام؟ الله، رقمين يا جماعه. قسما بالله انا عندي عملاء ماسكه البيزنس بتاعها كله في 5 أرقام، والله العظيم، معلمين بيزنس بالملايين، مش واجع دماغه بالتفاصيل والله. واصول الثابته معتبرها مصروفات، ما تكلمنيش فيها دكتور، راحت اشتريتها وعدت. افهم يا ابني راس مال، افهم يا ابني ميزانيه، افهم يا ابني تاكل، افهم يا ابني اهلاك. عملاء ايه، مخازن ايه، لينا ايه، علينا ايه. السلام عليكم ورحمه الله. بعنا بكام يا ابني، بعنا بكام يا عم الحاج. بس يهمه كام نقطه دول. وهو صح، خصوصا لو كان هو سنجل بروبريتور شيب، ملكيه منفرده. انا لو معايا شريك وما مسكتش حسابات منتظمه اقثم. لو مشيتها كده انا لازم ابذل قصارى جهدي، على الاقل اجيب محاسب اقول له تعالى يا فندم. ليه؟ لان انا 100% هتحيز، هاخد تاكسي بدل ما اركب ميكروباص، وهحمل مصروفه على الشركه. مش هبذل مجهود في تخفيض التكاليف المتعلقه بيا لو انا بدير او لو انا بتعامل مثلا. لكن لو انا جبت محاسب، المحاسب ده هو اللي هيقيم، هو ده اللي هيحدد، هو اللي هيفصل. فانا اقصى حاجه اعملها ايه؟ اجيب محاسب واخلي مسؤوليتي بقى من المنطقه دي. لكن ما كنتش انا شريك وحاسب، ما ينفعش. 100% هتتحيز. فلو هي بتاعته لوحده خير وبركه، بتاعت 2 3 لازم محاسبه. طب بتاعته لوحده سمعني الربح اسمعه منك. اسمع بقى المعلمين بيسمعوا ايه عشان تريح نفسك. انت اهو مدور 50 مليون، مدور 100 مليون، مدور 200 مليون، انت واخد بالك؟ وهو عاوز يسمع لك،
بس قول اللي يعلم في ودانه. قول لي يا ريس النوع ده من البضاعه بطيء الحركه، بيطول معايا فترات التخزين فبيقلل معايا دوره راس المال. قول لي يا ريس العميل ده مقرف وفتراته الفترات بتاعته طويله ومزهقنا ودي تعطيل راس المال. قول لي لو عملنا ممكن نعمل، ولو عملنا ممكن نوصل. سمعني ربحي كام، سمعني صافي التدفق النقدي بتاعي كام، انا حصلت كام وصفيت كام. مفيش مانع لما كل شهر افهم مصطلح من المصطلحات اللي انت بتقولها. مش فضيلك. الشهر ده قول لي يعني ايه ROI، الشهر ده قول لي يعني ايه ROE، واشوفه كده معلم معايا ولا لا، اسال عليه بعد كده ولا لا. ما هي مش كل المؤشرات تنفع كل البيزنسات، وان نفعت كل البيزنسات مش شرط تكون من متطلبات اصحاب المنشآت، مش انترستد. فهي معادلة صعبة عشان توصل لها، بس عشان تقدر تعيم صح انت قلت المعلومة المناسبة في الوقت المناسب في المكان المناسب للشخص المناسب اللي عملت بوم مؤثرة، معلومة مؤثرة، فانت قادر تقيم نفسك هنا. الشهر اللي بعديه قول لي نسبة التداول دي بتحكي في ايه؟ بتناكة كده. ليه؟ ما اصل هو راجل مهندس بارع، هو راجل طبيب محترف، هو راجل صاحب بيزنس او معلم او راجل يعني صاحب مصنع صاحب شركة، هو في مجاله محترف. لكن يا عم انا اسمع المحاسبة دي هتعقدني. ما تقعدش تقول لي اصل يجب انفاق ما يجب ان يكون، ويجب اثبات ما المحصل، ثم ان الاهلاك هو ضروري لاحتساب قيمة تخفيض راس المال. ما تصدعنيش، في ناس ما تصدعنيش وبتلعب في مئات الملايين عادي. هو مدور البيزنس بتاعه بالكونسبت ده. طب قول لي كده نسبة التداول بتحكي في ايه؟ طب قول لي كده الدورة النقدية قد ايه؟ قول لي فترة التخزين قد ايه؟ لحد ما الناس دي تفهم. ولو فهم يبقى هيقدر والله العظيم. وخلال فترة كاملة انت قاعد بتتحسس منشأتك بمؤشراتها. انا عايز اعمل التحليل المالي للمنشأة بتاعتي، نسبة التداول، نسبة السيولة، نسبة الديون، نسبة مش عارف، ورص واقوم مطلع قيم واقوم ادشها في تقرير وارميها وانا مش حاسسها. عارف انت بتقرا النسبة لو ما قلتش اي، لو ما قلتش لو ما قلتش اللهم لك الحمد، ايه الحلاوة دي؟ لو ما قلتش دي زادت عن السنة اللي فاتت، لو ما قلتش يا خبر ابيض دي قربت خالص، لو ما انفعلتش مع المؤشرات، ما انفعلتش معاها ومشاعرك حست بيها، تبقى في شنك. تبقى في شنك زي بالظبط ما تاخد القوائم ترميها لي على ChatGPT وتقول له اعمل لي تحليل مالي وتدهوني، برجع والله العظيم برجع من الشخص يقول لي ده انا عامل تحليل مالي. يا راجل جايب لي نسب، يعني جايب لي معدل العائد على الاصول الثابته في منشاه خدميه هي لا تملك شيئا، يقول لي شايف المعدل كبير ازاي؟ يا عم هرجع يا عم، المؤشر ده غير مناسب هنا للحكم على النشاط. موضوع هنا مش محتاجين واحنا في حاجه. فاذا ما كنتش حاسس البيزنس، مستشعر تحركاته، بتتحسس مؤشراته، بتفهم المنتاليتي بتاعت انت هتريبورت مين يا برنس؟ انت هتريبورت مين؟ هو ده عميلك، هو ده عميلك، مديرك، زميلك، عامل عليك مدير، عامل عليك رئيس حسابات ولا بيفهم حاجه، عامل عليك مدير مالي ولا بيفهم ابتلاء يا صاحبي. هو ده عميلك، ده اللي لازم يقتنع بيك عشان تعدي. ما قدامكش غيره دلوقتي. لكن تقعد تقول اصل انت مش عايز اعود وازيد في الحته دي، اصل انت ما تعرفش انا فين وبيعمل معايا ايه وموجود في منطقه ايه يا عم احمد ربنا اللهم لك الحمد. ده ابتلاء بقى من ربنا، وده عميلك فلازم يحبك عشان يفهم منك. هو لو ما حبكش مش هيفهم منك.
وهو لازم يفهم منك عشان يفهم غيرك ان انت بتفهم. بس انت ما تعرفش ده راجل خبيث بيعمل ايه. بيقول ان انا هو اللي عامل الريبورت، مع ان انا اللي عامل الريبورت. قسما بالله العظيم ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. هنعمل ايه يا فندم؟ ابتلاء. طب انا جات لي خطه صايعه ايه؟ هعمل سبريدج كده وهقوم ناطط على صاحب الشغل وهقوم اقول له خد، فاكر انا اللي عامل. هتاخد قلم في وشك، هتاخد قلم في وشك. ما تتخطاش يا باشا اللي فوقيك مهما كان هو بيتعامل معاك ازاي، الا لما الظروف يعني ربنا هيظهر الحق. ربنا هيظهر الحق. ربنا يظهر الحق حتى لو مالكش نصيب فيها ومشيت فهو وقع. اذا كنت فعلا بتقدم حاجه مفيده مش حاجه روتينيه. بس انا تاني باكد لك يا 12 واحد يا اللي مش فاتحين الكاميرا ان هو ده عميلك. هو ده عميلك. هو اللي لازم يحبك ولازم يقتنع بيك ولازم يقتنع بالمعلومات اللي انت بتقدمها. وانت عاوز ايه؟ انا عندي عميل والله العظيم ده فعلي من شهر، خلاص بتحايل عليه عشان اقابله. قسما بالله العظيم يا عم انت مديني فلوس، الله يبارك لك قابلني، احسب. ما انا عايز اقعد معاك افهم انت عاوز ايه. انا لازم اسمع، اعرف انا مطلوب مني ايه، على الاقل نظير اللي انا باخده، عشان ابهر بقى اديك اللي انت قلته ده. انا لازم يبقى بالنسبه لي الحد الادنى. اذا كنا بقى بنتبادل فاليو، انت تديني فلوس وانا هديك نو هاو، وقت، خبره، هديك معلومه، هديك ده. فانا لازم ااكد معاك الاول واحط النقط على الحروف. انت عاوز ايه؟ انت عاوز قائمه دخل، عاوز قائمه مركز مالي، عاوز تقرير اسبوعي، عاوز تقرير شهري؟ ايه المعلومات الكريتيكال اللي انت بتحب تسال عنها في اليوم؟ يا ترى ايه التقرير اليومي؟ ايه الحدود العليا والحدود الدنيا للبنود اللي انت محتاج تقول لي لو خرجت تسمعها عني اسمعها لك؟ ايه الليميتس اللي بالنسبه لده؟ ايه القصه بالنسبه لده؟ انت طالب ايه؟ فهمني انت طالب ايه. وبعد ما افهم انت طالب ايه ده، احلام وتصورات هاتها كده دي كلها باكج، وتاكد انك هتعرف تعمل ده. عشان لو مش هتعرف تعمله سيب الشغلانه، قول فرصه سعيده، ما عنديش وقت، هتجوز وارجع، هسافر وارجع، عندي فرح، عندي معلش هخلص الظروف اللي انا فيها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وما تقبلش الشغلانه، ما تاخدش الشغلانه، خد الشغلانه ما تكون قدها. خدتها بقى حط جنبها، حط جنبها، حط جنبها، حط جنبها خدمات وقيم اضافيه جنب بقى الباكج الاساسيه دي. فانت مين عميلك؟ نرجع تاني نقول انت مين عميلك؟ مديرك. انت عميلك مديرك. فانا من ضمن السايكل اللي انا كنت بقولها لك انك لازم تكون مقتنع انك مش هتنجح غير لما تقول الكلمه المناسبه في الوقت المناسب في المكان المناسب للناس المناسبه. فهي دي بقى رحلتك في الحياه، انك تعرف انت هتعرف تلاقي البيئه بتاعتك دي فين. انا عشان اجيب متوسط فتره التخزين، عشان اجيب متوسط فتره التحصيل، عشان اجيب متوسط فتره السداد، عشان اجيب دوره التشغيل، عشان اجيب الدوره النقديه، كل ده بيعتمد على مجموعه من الارقام والنسب اللي ممكن تضم مجموعه من العناصر ما تقلش عن 10 بنود من مكونات قائمه الدخل وقائمه المركز المالي. قميص نفيسه نشف ولا لسه ما نشفش؟ انا ما فهمتش حاجه. تاني، النسب دي اللي هي الفترات اللي احنا حسبناها مع بعض ماليا، فتره التحصيل، فتره التخزين، فتره السداد، الفترات دي مش انت المره دي مش انت. الفترات دي بتعتمد على نسب. النسب دي مكوناتها عباره عن مجموعه من البنود
ما تقلش عن 10 بنود من مكونات قائمه الدخل وقائمه المركز المالي. يعني انا باخد المبيعات، باخد تكلفه المبيعات، باخد العملاء، باخد الموردين، باخد المخازن، باخد الكلام ده وبدوره في شويه نسب عشان اقدر اطلع بالدوره النقديه اللي هي مؤشر واحد فقط اقدر احكم بيه على البيزنس كله. معايا؟ فالكارثه الكبرى، الكارثه الكبرى ثم الكارثه الكبرى ان الارقام دي ما تكونش صح، لان حجم او معلش تكلفه المجهود المالي اللي يخليك تتعامل في المنطقه دي، تقيم شركه، تفصل حقوق، تتنبأ ماليا، تعمل موازنات، تعمل تحليلات ماليه، تحكم على اداء المنشأة، كل ده معتمد على القوائم الماليه. كل ده يا فندم معتمد على جودة المعلومات الواردة بالقوائم المالية. كل ده يا فندم مش هيتعمل ولا هتبذل فيه مجهود لأنه مش بسيط. ده محتاج إحساس عشان تعمل تنبؤ مالي، عشان تعمل تحليل مالي، عشان تقول معلومات ذات قيمة تتقيم. لما بتتكلم هتتسمع. خد بالك عندك ده من الأرقام بتقول. بتكلم كلام حقيقي. فمش هعمل المجهود ده اللي انا تعبت فيه وشقيت فيه ومارسته مره واثنين وثلاثه على منشآت، وفشلت ونجحت وفشلت واتشتمت ووقعت وفشلت ونجحت لحد ما بقيت بروفيشنال ان انا اعمل حاجه زي كده. فانا عشان اجي استقطع من وقتي واعمل لك حاجه زي كده، فانت لازم تجيب لي حد يقسم لي على دقة المعلومات الواردة بالقوائم المالية. ولا هنراجع قبل نسلخ، قبل ما نذبح، ولا هنعمل ايه بقى؟ فالمنطقة دي انا عشان افيدك بيها اديني قوائم مظبوطة. ومش شرط عشان انت كمحاسب اللي تكون عامل قوائم مظبوطة، اللي تكون عامل القوائم فتكون مظبوطه، حتى لو انت واثق. كتير جدا محاسبين بيعانوا من ضعف المعلومات، ان في معلومات انا المفروض اعرفها او اعرفها في الوقت المناسب او اعرفها بالطريقه الفلانيه، انا ما بعرفهاش عشان اسجلها. فبناء على كده انا مش عارف امسك حسابات منتظمه، انا مش عارف اطلع قوائم مظبوطه، انا مش عارف اطلع قوائم اقسم عليها. انا لو دخلت عندك قلت لك المبيعات اللي موجوده في قائمه الدخل ده فعلا ب 33 مليون، تقول لي اقسم بالله العظيم فعلا ب 33 مليون. انا عايز الرد كده. اقسم بالله تكلفه البضاعه 16 مليون، اقسم بالله. انا اسف معلش. اصل انا لو قومت تحليلات ماليه على الارقام دي وشقيت فيها اسبوع عشان اعمل تصور ولا عشان اقيم منشأة، وتيجي حضرتك تقول لي لا استنى، ولا عشان افصل حقوق ما بين شريكين ولا شريك بيقول لي استنى ده انا قبضت مليون وما سجلتهاش، ده انا خرجت 200,000 وما كلتهاش، ده انا ده البضاعه دي كان في منها شويه راح عندي البيت بس ما سمعتهاش. لا انا اسف يا فندم، المعلومات الوارده الينا مش هتمكنني من ان انا اقوم بالدور والمسؤوليه اللي انتوا طالبينها مني. باي باي يا استاذ، باي باي. انا هتحاسب قدام ربنا على الكلام ده. فلو تشككت في القوائم الماليه وصحتها، لو تشككت فيها انت مش هتقدر تعمل عليها اي شغل مفيد خالص، وهتبقى بالنسبه لك القوائم الماليه شويه ريبورتات بتوريك الاداء العام من بره، هي الدنيا مشيت ازاي. لكن نستفيد ونخطط ونظبط وندرس مواطن ضعف وندرس مواطن قوه ونحاول نقتنص فرص ونجتنب تهديدات ونتغلب عليها من خلال الارقام. مش هنقدر نعمل ده خالص على قوائم ماليه مش مظبوطه. فانا بقول لك بقى ايه، ان حضرتك لو موظف او ايا كان دورك مهنتك هي قبل القوائم الماليه، فانت في منطقه، او وظيفتك ودورك هي بعد القوائم الماليه، فانت في منطقه تانية خالص. منطقه اشتغل كتير اقبض قليل، منطقه اشتغل قليل اقبض كتير. بس عشان انا اكون في منطقه اشتغل قليل اقبض كتير،
لازم اقعد كتير في منطقة اشتغل كتير اقبض قليل، عشان افرم الحسابات وافهم الارقام واعدي على منشأة دي واترفد منها واروح منشأة تانية وامسك نشاط صناعي وهبط خد وشك، روح نشاط خدمي، روح نشاط زراعي، روح احسب مبيعات، اتدخل مندوب مبيعات. انا جاي لكم اقطع بطاقتي. انا مت موتات احسن من دي بكتير كتير. حاجات بتبقى متصور انك فشلت فيها، الا انها قسما بالله بتضاف لخبراتك وقدرتك على تقييم الامور. وانا بقول لحضرتك لما يجي حد يقول لي انا يا فندم بعمل خطة مالية، اقول له عملتها كم مرة قبل كده؟ يقول لي لا دي اول مرة. اقول له اركن، ما في، خلاص انت في منطقة ما ينفعش احكي معاك فيها عشان تقول لي هي صح بقى ولا غلط. لما تقول لي ده تصور مبدئي وانا بحاول، تقول لي كده وانا بحاول، ها، لكن ما تقوليش دي الخطه الماليه، دي البادجيتنج، ده اللي هيحصل، دي الفيوتشر كاش فلو، ده اللي بناء على ايه يا فندم؟ ليه؟ لان انا اعتمادي لقدره اللي قدامي ده على اعداد خطه زي دي هي هتعتمد على انت وقعت كم مره، انت فشلت كم مره، انت خطتك انحرفت عن الواقع كم مره، ولا شو انحرفت ليه، وكانت ايه الاسباب، وخدتها في اعتبارك بعد كده ازاي، عشان اقدر اقيم قدرة الشخص اللي قدامي ده على تصور الامور واقتنع في الخطة اللي هو بيقدمها. فانت وقعت كم مرة؟ قبل القوائم المالية اشتغل كتير اقبض قليل، بعد القوائم المالية اشتغل قليل، لو عرفت ربنا يسترها معاك وتنط والله العظيم سهلة. طب ما يعني ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه قبل القوائم دي فزوره، ويعني ايه بعد القوائم؟ قبل القوائم انت حضرتك قاعد مدخل بيانات، انت حضرتك قاعد محصل، انت حضرتك قاعد امين خزنه، امين مخزن، انت حضرتك قاعد ماسك حسابات عملاء، ماسك حسابات موردين، ماسك حسابات مخازن، بتلعب في منطقه واحده دي كده كلها قبل القوائم. يوزر بتدخل حسابات، بتعمل فواتير، بتتابع ارصده عملاء، ارصده موردين، بتتابع تحصيلات، بتتابع حسابات بنكيه وبتجردها. يلا بقى نط من دي بسرعه. انت قاعد كل يوم، انا بقيت خبير في شغلانتي 30 سنه بحصل من عملاء، واحد يقول لي كده والله اقول له ماشي، والخبره بقت ايه؟ وصلنا لايه؟ بحصل كويس الله يرضى عليك والله مش عارف ارد عليه اقول له ايش يعني انت خبير بس في منطقه مش مودياك في حته، مش مودياك في حته. لا حضرتك لازم، انت حضرتك يقول لي طب ايه الوضع؟ اقول له حضرتك لازم ترضى بقى بقيت حياتك ارضى خلاص تمام، يا اما بقى حضرتك عايز ثوره على النفس عشان تعرف تبدا من اول وجديد وتخرج بره منطقه العزله اللي عشت فيها 30 سنه دي. فحضرتك عايز ثوره ومش بعيده والله العظيم، مش بعيده خالص. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثانية واحدة. جيلات ماشي، بتتتبع أرصدة، بتتتبع حسابات، ماشي. مسكت عملاء بس نطيت مسكت موردين، وبعد كده نطيت مسكت مخازن، لعبت على المديولز بتاعت السيستم كله. لازم تلاقي شركة تركب فوق مجموعة زي دول. انت لو دورت عملت روتيشن كده في الوظائف بتاعتك، اشتغلت مع عملاء، اشتغلت مع موردين، اشتغلت مع مخازن، اشتغلت مع خزنة، اشتغلت مع مصروفات، اشتغلت مع عهد، ودورت كده على كل يوزر، انت حضرتك ايه بقى اللي استفدته دلوقتي؟ كل شويه اروح حته، انا ازاي يودوني من العملاء للموردين؟ يا ابني روح اخرج من المنطقه الهاديه دي ونط نط نط، لان انت خلاص مكانك بعد كده هتبقى اداره ماليه. انت راجل بقى قاعد بقى ايه، فاهم الخطأ ممكن يجي منين وممكن يحصل ازاي. فدي كلها ماسك حسابات، ماسك انت كده قبل القوائم الماليه.
ابتديت تساهم في اعداد ميزان مراجعه، تعمل ميزان مراجعه، فاحنا كده ايه محاسب او رئيس حسابات او داخل على رئيس حسابات. خد بالك انت ممكن تبقى في منشاتك انت المحاسب وانت رئيس الحسابات وانت مدخل البيانات وانت المدير المالي وانت صاحب المنشأة في نفس الوقت، انت قايم بالادوار دي كلها عادي. عادي. بس حضرتك بقى لما تبتدي بقى عايز تكبر وعايز تتفرغ للبزنسة، مش تقعد على الخزنة ماسك فلوسك، عايز وتدي ديليجيشنز للناس عشان تقوم بادوار بوش، يلا بوش في السوق، اتوسع، اشتغل. فانت لازم نظام، لازم تفصل. فحسب الهيكل الاداري والهيكل المالي بتاع المنشاه والهيكل البشري بتاع المنشاه هتبقى في اداره ماليه، مدخلين بيانات، محاسبين اوائل، عندي مديرين حسابات، عندي مدير مالي، انت واخد بالك، عندي ادي الهيكل المالي اللي موجود عندي في المنشاه. انت ممكن تكون بتلعب في حته زي دي، او ممكن تكون انت مين؟ انا المدير المالي لمنشاه كوكو لالا. انا ما عنديش مشكله والله العظيم على راسي، بس انا لما باجي بلاقيك انت بتقوم بدور المحاسب او بتقوم بدور مدير حسابات. المهام بتاعت المدير المالي حضرتك ما قمتش بيها لحد دلوقتي عشان تقدر تقول انا مدير مالي. فندم الله يبارك لك، انا مدير مالي دي وظيفه، ده مش تايتل، دي وظيفه. اكتب لي الاسكريبشن بتاعها، تعظيم ثروه الملاك. انت بتقعد كده تجبر المالك انه ما يسحبش فلوس من الشركه، تجبر المالك انه يدور على مصدر من مصادر التمويل، تجبر المالك انه يستثمر فائض السيوله اللي موجود عندك، تجبره تطلع قرار وتخلي مسؤوليتك وتقول له ان ده هيبقى ليه اثره السيء على النتائج الاعمال وعلى العوائد وعلى المؤشرات، وتخلي مسؤوليتك عشان لما يحصل تقول له شفت قلت لك. ده يا فندم كده مدير مالي. لكن تقول لي انا المدير المالي، انا اللي بعمل الحسابات، انا اللي بتابع الحسابات، بعمل ميزان مراجعه، لا انت حضرتك كده شغال كل حاجه، انت بقى شغال وبتنزل المخازن وبتنزل. في ناس بتروح تشتغل على تايتل مدير مالي بس بيلاقي نفسه امين مخازن، وناس اقسم بالله العظيم قيمه، فاساله انت بتعمل كده ليه؟ يقول لي الارض بايظه، الارض غير قابله للتطبيق المحاسبي، الارض غير قابله لتطبيق نظام الرقابه، الارض غير قابله، الواقع يعني الدنيا عكه، اللي بيشتري هو اللي بيبيع وهو اللي بيروح يحصل، ويقول له لا حول لي على حساب الشخصي 50 هنا و30 هنا، ولقيت ان العقده راح صرفها، قام جايب عربيه وهو جاي قام مصلح الواقع بايظ. تقول لي مدير مالي؟ احنا عايزين ناس تشمر وتنزل تستعدل وتفك مواسير والصمويل وتركب من اول وجديد عشان تنظف المنظومه وتقول للمحاسبه تعالي اتفضلي متقنطره متمخطره. لكن واقع بايظ وتقول لي اطبق عليه المحاسبه ازاي؟ مش هيحصل. عشان كده دايما وباستمرار بنسمع كلمه خد بالك يا حماده، اللي انت بتدرسه ده مش هتطبقه، اللي انت بتدرسه غير ارض الواقع. وانا بقول لك ان فعلا ده صح، اللي بيقولوه ده واقع، بس هم ايه يعني زي ما بنقول كده باطل او حق يربي باطل. هو حق بس يربي باطل. ليه؟ لان الواقع هو اللي مش مظبوط. الواقع محتاج نظام، محتاج رقابه، محتاج مستندات، محتاج ادله اثبات، محتاج تقارير، محتاج قوائم، محتاج الكلام ده الواقع. فلازم حضرتك نظبط الواقع عشان ناخد المعلومات نظبطها صح في النظام بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فناس بتنزل تستعدل عشان تظبط عشان نطبق. بس انت برضو هنا مدير حسابات، وصلت بقيت حضرتك بتصدر يعني المفروض ان انا اسلم الاداره الماليه الميزان، والاداره الماليه تعد القوائم الماليه، وبعد ما تعدها تعرضها على المراجع الخارجي المستقل عشان المراجع الخارجي المستقل يبدي رايه ويعتمد القوائم. فدي كده الدوره. فطبعا احنا اساسا اصبحت منطقه ما قبل القوائم الماليه ما بقتش موجوده لما تكون المنشاه بتتبع سيستم ونظام محترم، عندها سيستم الكتروني، عندها ERP سيستم محترم. فاذا ما فيش بقى حد قاعد لي عند الخزنه بيقول لي من حساب الخزنه، ولا في حد فاتح مكتب جنب البنك بيقول لي من حساب البنك، ولا حد بيقول لي بقى ايه من حساب الانتاج تحت التشغيل. اللي بيحصل يا فندم
بقى كله رفع ادله اثبات ومستندات، والسيستم بقى بيعمل القيود المحاسبيه في الخلفيه ويرحل اوتوماتيكلي ويتتبع لي الارصده، واطلب قائمه دخل او قائمه مركز مالي ات اني تايم. مش هستنى اخر الشهر. السيستمز هتشتغل جرد مستمر، وهتحسب الكوجز مع كل عمليه بيع، وهتطلع لي قائمه دخل بعد كل دقيقه وقائمه مركز مالي بعد كل دقيقه. انا مش مستني واحد يدخل لي قيد ويعمل لي دوره محاسبيه ويرحل لي على حسابات استاذ واستنى يا استاذ نقفل الميزان. فاذا يا فندم لو في سيستم محترم، اذا مفيش محاسبه، فانت كده كده اتقفلت قدامك المنطقه اللي هي قبل القوائم، الا بقى لو انت بتباشر عمليه استلام القوائم من السيستم وتبتدي تراجعها، تحط الاستيميتس، تحط الحاجات اللي مش انكلودد في السيستم، والمفروض كمان دي تدخل بقيود استحقاقيه واقفال في نهايه الفتره بنظام معين عشان القوائم اللي تطلع من السيستم تبقى مظبوطه ما نعدلش عليها خلاص. ده لو سيستم محترم بقى احنا دافعين ومكلفين، فانا دافع ومكلف وبعد كده اطلع ريبورتات اقعد اعجن فيها في اكسل عشان اعمل لك القوائم الماليه؟ لا يا معلم، انا عايز ادوس على الزرار تطلع لي القوائم والدنيا تبقى مظبوطه. بالله عليك ركز معايا عشان خاطري، عشان اللي انا بكلمك فيه ده مهم جدا. فحضرتك لو دخلت على منشأة سيستماتيك فالمنطقة دي ماتت. وحضرتك هنا هتبقى ترس صغير في ساقية كبيرة، انت مش شايف الهول بيكتشر بتاعتها ايه. انا بدخل على بتاع المشتريات اقول له رصيد كذا ايه، يقول لي لا انا ده ما بشوفوش. لما نكون في سيستم يقول لي لا انا ده ما بطلعش عليه، يقول لي لا اصل ده ما اعرفوش. حضرتك تقدر تجيب لي تكلفه البضاعه المنصرفه للانتاج خلال الفتره؟ انا بصرف على امر التشغيل. قلت له الله، طب ما انت بتصرف على امر التشغيل، يعني انت معاك اوامر التشغيل كلها والكميات بتاعتها والمواصفات بتاعتها، طب ما تلمها لي من السيستم. يقول لي لا المساحه دي مش مفتوحه لي يا استاذ فلان، ممكن حضرتك تلاقيها عند استاذ فلان. فكل واحد عنده مساحه، فانت بتلعب في منطقه واحده. ايه هنتعلمه هنا؟ ايه هتتعلمه لما تكون انت يوزر؟ ايه هتتعلمه هنا؟ بس طب خلاص انا في المنشأة دي، طب هلعب بقى في المنشأة دي في المنطقة دي. اذا انا بقول لك اهو، عمرك ما هتعرف تيجي هنا الا لما تكون فعلا حاكم الدورة المحاسبية فعليا بالشكل التقليدي، حتى تبقى فاهم عندك منطق سببي ونتيجة لكل عملية وكل صفقة محاسبية. حضرتك في عمليات بيعجز امامها العلم المحاسبي لفترة من الزمن حتى يمكن تسجيلها. ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ الاقي الراجل بيقول لي احنا بعنا البضاعة، قلت له تمام. قال لي بس هو سدد جزء، قلت له تمام. قال لي وجزء منها كان عليا دين ليه قديم فاداهوني، قلت له تمام. قال لي بس هو مش عليا الدين ده، قلت له تمام. قال لي على سامح، قلت له عظيم. سامح كان عاوز مننا 6000 جنيه، قلت له جميل. يعني انت نزلهم من عليك، فهم كنت ثابت ان سامح ها ايه اللي هيحصل حضرتك هنا؟ مين هيفك اللغز؟ مين بقى هيقعد يفك بقى الالغاز دي؟ ما انا مش بيجايبك تقول لي من حساب المشتريات الى حساب المبيعات، انا محاسب، انا جامد، من حساب الخزنه، من حساب البنك. مين هيفك بقى التعقيدات دي؟ مين هيفك الافلام دي؟ الافلام دي كتير، مين هيدي حكمه؟ مين هيدي رايه؟ فاحنا لازم، عشان كده باكد ادرس كويس المنطقه دي. وانا والله العظيم من الامانه المهنيه اللي تخليني اقول لك ان بالرغم من ان انا تعبت في المنطقه دي كتير، الا ان هي عائدها غير مقدر. منطقه المحاسبه دي يعني حتى لحد عمليه اصدار القوائم سقفها محدود، حتى لو انت مراجع خارجي بوك كيبر وبتطلع قوائم شهريه، فالاتعاب والدنيا معروفه محدوده، حتى في الخليج معروفه بياخد كام عشان يعمل ايه وبيطلع ايه محدوده. لكن حضرتك بتشتغل في استشارات ماليه للمنشاه، حضرتك بتقول افكار بتدعم القرارات الماليه والاستثماريه في المنشاه، انت هنا خلاص حضرتك بتعمل تحليلات زي ما بقول لك بتعمل. فانا عندنا انا مش هقدر اعمل الشغل ده غير لما اتحقق الاول من صحه القوائم الماليه دي. فانا لازم اكون اقدر اعدها، اقدر اراجعها، اعرف الخلل فين، بص هقول لك حاجه حصلت معايا في اكتر من منشاه، ما اعرفش هي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى ولا حظ. خلاص والله ما اعرف. ادخل المنشاه اول يوم اقول للراجل ده حرامي، خلاص بالمناقشه كده بس،
بالارقام بالتقارير، وريني كذا وريني كذا وريني كذا، اقول الرصيد ده فيه مشكله. بس انا ماليش احكام، انا ما ينفعش احكم، انا لازم يبقى عندي ادله اثبات. فبيدوني قوايم اخدها اعتمد واقول له تعالى يا استاذ انت عايز تعمل ايه؟ يقول لي انا عايز اشتري المنشاه دي، وقال لي راس المال بتاعها ب 16 مليون، وادي القوائم الماليه بتاعتها ايه ب 16 مليون. يا استاذ يا محاسب يا مدير مالي ادينا القوائم الماليه بتاعتكم، خد يا استاذ شايف مدور اهو ب 16 مليون، هاجي يا استاذ عشان اقول للراجل خد ادفع 16 مليون اشتري المنشاه. طب انا اعرف الارقام دي وضعها ايه؟ طب انا هقول للراجل ده اشتري ازاي؟ طب انا مش بنقيم القوائم الماليه دي ونعرف الكلام ده مظبوط ونقيم القيمه السوقيه للمنشاه ونعمل، هشتغل على ارقام مش موثوقه؟ لا مش هينفع. رفع حاله الطوارئ على الارقام اللي موجوده في القوائم الماليه. لما حصل انفصال ما بين الاداره والملكيه، الكوربريشن legally separated from its owners، هي منفصله قانونا عن ملاكها، شركات المساهمه، شركات الاموال اللي بيديروا حاجه، معلش استحملني شويه، هو شركات الاموال انفصلت الاداره عن الملكيه، فبقى اللي بيدير ناس والملاك ناس. مين هيحكم ما بيننا؟ هنجيب محاسب خارجي مستقل، الاداره تعمل القوائم وقبل ما تديها لنا نقول لها لا يا اداره مش هنستلمها منك، احنا هنستلمها من المراجع المستقل. احنا ايش ضمننا يا اداره؟ انت بتتلاعبي في الحسابات، انت عندك غش، انت عندك اختلاس، انت عندك اي حاجه تلاعب في الحسابات، لعل وعسى تكون الاداره او الشريك المدير ليه نسبه من الارباح، فيحاول يتلاعب بشكل ما عشان اقول له لا انا مش هستلم منك. امال انا هستلم من مين؟ انا هستلم من المحاسب القانوني المستقل، المراجع الخارجي المستقل. فالمراجع ده يا فندم بياخد 2000 جنيه عشان يراجع القوائم مثلا، او 200,000 مثلا يعني عشان يراجع القوائم. فالراجل ده قال القوائم دي صح هياخد ال 2000 جنيه، قال القوائم دي غلط هياخد ال 2000 جنيه. فعشان كده بيكون رايه موضوعي. عارف يعني ايه موضوعي؟ موضوعي، مفيش تحيز حول مدى صحه الارقام الوارده بالقوائم الماليه. انا باشا قاعد حاطط رجل على رجل وبقول رايي اخد فلوس. فانا ما حدش هيجبرني ان انا اتحيز غير لما اكون ذمتي واسعه. ان انا اكون مش عامل حساب لكلمتي. ما انا طالما لو انا يا جماعه لو اهملت رايي ده واديته كده اعتمادا ثقه في الاداره وطلعت فيه مشكله بعدين، انا ممكن اتحبس. انا اديت رايي، انا اعتمدت القوائم. ممكن يترفع عليا دعوه بالحق المدني في القانون المدني ان المحاسب ده انا اعتمدت على اعتماده للقوائم الماليه واشتريت المنشاه، وبعد كده لقيت ان المنشاه دي ناس نصابه والمدينون والعملاء والاستثمارات اللي كانت موجوده فيها مش بتاعتها. مين يتحبس؟ انا يدفع له اللي دفعه واللي خسره. فانت لو عارف اللي انت هتدفع في كلمتك دي 3 4 مليون بذمتك يا شيخ، هتقفل القوائم ازاي؟ لو انت عارف ان كلمتك الغلط ممكن تحبسك تمام سنه ولا سنتين، ان كلمتك الغلط دي ممكن تتكلف ثمنها 100 ولا 200 ولا 300 الف جنيه عشان تعد القوائم. فايه مدى تحريك الصدق والموضوعيه في مراجعه القوائم دي؟ خصوصا اذا كنت انت مش هتاخد مبلغ قليل برضه، فانت هتاخد مبلغ يظبطك، يخليك تعرف تركز، يخليك تعرف تدي الرأي الفني الموضوعي حول مدى صحة الأرقام الواردة بالقوائم المالية، يخليك ما تتحيز، يخليك تبذل العناية المطلوبة. مساعدين بعتهم لي تبقى مسؤول عن أخطائهم. فالمحاسب أو المراجع مسؤول عن أخطاء مساعديه. مخزون بيتجرد تبقى قاعد فوقيه. أنا راجل جايبك يا محترم عشان تقول لي الدنيا أمان وفلوسك أمان. ازاي المخزن يتجرد وانت مش موجود؟ ازاي البضاعه تتجرد؟ عادي، ما هم جردوا وادوني محضر على مسؤوليتهم. هنا يا فندم لو التكاسل من قبل المراجع يفصل، لو المراجع القانوني ما حضرش الجرد يفصل اللي بيعتمد القوائم لو كان في شركاء مثلا. انما لو كان تكاسل من الاداره ما فيش كونكشن ما بينهم وما بينه، ما بلغوهوش بالموعد، ساعتها رايه بيبقى متحفظ. انا متحفظ، واذكر لي كده سبب التحفظ يا استاذ. انا متحفظ على نفسي عشان راحت عليا نومه،
فما جردتش المخزن، فبعد اذنكم المنطقه دي منطقه ضباب بالنسبه لي، على مسؤوليه الاداره لو موافقين. وانا كتير بعمل كده، اما تبقى في معلومات فيها دوشه فانا اخد بيها اقرار. قول لي ان الاصول الثابته اللي جوه عندك في المخزن دي ب6 مليون، واعتمد لي من شريكك ان انتوا الاثنين موافقين على كده. وطالما انتوا الاثنين موافقين على كده، المنطقه دي امان بالنسبه لي، انا مش محتاج اراجعها. انا مش محتاج انزل بقى ايه استخدم ادله الاثبات في المراجعه واشوف. انتوا الاثنين عندكم اقرار ان الحته دي او البتاعه دي ثمنها كذا، خلاص امضوا لي انتوا الاثنين. انا بالنسبه لي ده يعتبر دليل اثبات. لكن لو في مناطق ضبابيه ليك في القوائم الماليه فيا ريت تذكرها تحت. يا ريت تقول لي ان المنطقه دي بالنسبه تتحفظ، تقول لي تمام والقوائم تمام والترحيلات تمام والفواتير تمام والدنيا تمام والقسط تمام، بس في هنا في هنا في هنا في هنا في هنا. فاذا يا ترى ايه الخطوره في كده؟ اللي عاملين قلق وجايبين مراجع وبيدي رايه وبيتحفظ وبياخد فلوس وبيدفع فلوس وبيتحبس وبيتسجن. ايه يا جماعه؟ لو قال ان القوائم الماليه دي صح وهي غلط، لو قال القوائم الماليه دي غلط وهي صح، لو القوائم الماليه دي مش مظبوطه، محقوق ناس يا فندم. ده شريك بيدخل وشريك بيخرج وشركات بتتباع وشركات بتشترى وملايين بتدفع فيها. فاحنا محتاجين حضرتك بقى تيجي تتكلم في المنطقه دي. محتاج حضرتك تتكلم في المنطقه دي. طبعا عشان اتكلم في المنطقه دي ما انا لازم اعتمد على قوائم ماليه موثوقه. فاذا ما كنتش انت فاهم يعني ايه قوائم ماليه موثوقه، اوعى تعمل اي خطوه بعد كده. والله العظيم انا بعتبره شغل هالك، قسما بالله العظيم، والله العظيم. دراسه مقدمه من احد المكاتب او اشخاص قيمتها في حدود 200,000 جنيه، دراسه عن مشروع قيمتها تقريبا 200,000 جنيه. خلاص؟ فالدراسه دي معتمده على قوائم ماليه، والدراسه دي بتتعرض عليا. فبقول لي ايه راي حضرتك في الدراسه؟ فلما قريت الدراسه لقيت مبيعات، ايرادات، نسب ربحيه وكذلك. فقلت له بعد اذن حضرتك هي القوائم دي فين؟ قال لي القوائم دي موجوده بعتناها لي. قلت له تمام، فين القوائم؟ قال لي ايه؟ قلت له طب حضرتك ده القوائم هنا بتقول والقوائم هنا بتقول، ايه الوضع؟ والارقام هنا بتقول. قال لي لا، ما اصل هم قالوا لي ان مش دي المبيعات بتاعت يناير، ده دي المبيعات بتاعت فبراير. استنى بس هفهمك. اصل تكلفه البضاعه المباعه هوب خدت بالانس قامت عملت مش عارف ايه، استنى اصل المصاريف. انت حضرتك يا فندم واثق ان الارقام اللي وارده في القوائم الماليه دي كلها مظبوطه بنسبه ما؟ نعم. نعم. هو انت مش سامع قيمه الدراسه المدفوعه؟ ثمن الدراسه المدفوعه دي دراسه متكلفه مدفوع فيها فلوس. ازاي تقوم على خطوه اولى مش موجوده، او تقوم على ارقام مش موثوقه، او ازاي حضرتك ما تاخدش اقرار من اللي قدم لك القوائم الماليه دي ان اي خطا فيها يكون على مسؤوليته قبل ما تبدي، قبل ما تعمل القوائم، قبل ما تعمل التصور بتاعك او تعمل دراسه الجدوى بتاعتك. انت متخيل ان انا كل ده رغاي وعمال برغي ومضيع وقتك لمجرد بس ان انا اشعرك باهميه موضوعيه ومصداقيه الارقام اللي وارده بالقوائم الماليه؟ بس ليه؟ عشان المنطقه اللي جايه. والله عشان المنطقه اللي جايه، عشان حضرتك ربنا كرمك فبتبتدي بقى تتعلم المعلومات اللي لو مارستها كتير ووقعت فيها كتير وامتهنتها وبقيت تقيل فيها هتعرف تشتغل بيها قليل بس تجيب فلوس كتير. يعني اتمنى ان تكون الرساله وصلت، اتمنى تكون الرساله وصلت. فاحنا هنتعب شويه في الحته دي. معاك كونتنت افرموا. بصوا يا جماعه كام واحد قافل الكاميرا؟ طب انا هقفل لك الكاميرا اهو، اهو انا هقفل اهو، انا هقفل لك الكاميرا اهو. يا اخي يا محمود شرف، يعني انت قاعد في اجتماع مجلس اداره، الاجتماع كسر ساعه ونص، هتفريخ كده ولا هتبقى اسد طول الاجتماع؟ يا جماعه هو احنا مش بنقول البرزنتيشن سكيلز؟ يا عم اطلع ورينا انت محتاج تظهر ازاي للناس. يا عم اطلع الله يبارك لك وتفاعل معانا الله يرضيك. يا اخي يا اخي اظهر. نسيت انا كنت عاوز اقول ايه، والله نسيت يا شيخ. أهمية القوائم المالية. أهمية القوائم المالية. كل ده القوائم المالية. انتوا ناس محترمة، انتوا ناس محترمة، الله يرضى عليكم والله، الله يرضى عليكم. انت بقى حضرتك فين؟ في انهي منشأة؟
في انهي شكل، في انهي وظيفه، في انهي مسؤوليات مطلوبه مني، في انهي موقع، في انهي خبره، في انهي درايه، في انهي. حدد موقعك في الزمكان. حدد موقعك في الزمكان اللي انت عايش فيه ده. انت فين؟ في انهي منشأة، افقي، رأسي، تقاطع خط طول، مجرة ضرب التبانة، مع علمي، خبراتي، ناقصني ايه، المفروض اكون فين، عايز اروح فين، العب في انهي منطقة، اقبض كام، اعيش ازاي. هتعمل بقى تباديل وتوفيق انت ازاي عشان توصل لده وتسعى له ازاي. فايه الوسيلة اللي قدامنا؟ هندرس بقى يا اخي الله يرضيك، وهنمتهنها ونفهمها، واعرف ازاي اراجعها، واعرف ازاي احللها، واعرف ازاي اشوف مشاكلها، واعرف ازاي اقراها برقمين ثلاثه. هم الناس اللي فوق اصحاب البيزنس والمشاريع لما بيسال على المبيعات بيسال عليها كرقم مطلق؟ هو هيعرف يسمعه؟ الناس العلوي اللي فوق اللي اكبر 10 رجال اعمال في مصر لما بيجي يسال على مبيعاته بيقولوا 36 مليون مليار 353 الف. فندم هو الناس بتاعته فاهم 20% زياده 30% نسب. انا هتكلم نسب. المعدلات السنه دي ايه، معدلات التحصيل ايه، انا بتكلم بارقام. الارقام المطلقه دي نسب، الارقام المطلقه دي خلاص خلاص. انت فين؟ انت طب انت المنشاه اللي انت فيها سيستم ولا ما فيهاش سيستم، ولا على الله حكايتها، ولا بقول لك ايه، ماسكين اجنده ولا بنسجل على شيت اكسل؟ طب شيتات منفصله ولا عاملين نظام وبترحلوا عليه وبتعملوا ايه؟ انت مين بقى؟ انت مين في المنشاه؟ انت محاسب ولا انت امين مخازن وبتشتغل محاسب لحد ما يجيبوا محاسب، ولا انت مدير حسابات وهم لسه هيجيبوا مدير حسابات؟ انت مين بقى؟ حدد بقى، حدد. ومفيش حد فينا مش على احتكاك مباشر او محتمل مباشر بمنشأة اقدر ادرس وضعي فيها واعتبر ان هو ده بقى قدري. انا محتاج اقنع المكان اللي انا فيه ان انا احسن منه، او على الاقل ان انا مش احسن منه بس استاهل اقدر باكتر من كده. اهمية القوائم المالية. انا هستأذن حضراتكم 7 دقايق بريك بس، وبعدين هرجع لحضراتكم تاني. في حد عنده سؤال؟ طب اللهم لك الحمد. نشكركم لحسن استماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. الله يرضى عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.